توفى مفتي السعودية الوهابي واستراحت منه الأمة. نعم، هذا ما نسمعه من أهل الضلال. ولكن نقول ماذا قدم ذلك المفتي للامه الاسلاميه؟ وترجعوا لتاريخ هذا الشيخ تلقوا محاضرات اغلبها عن طاعه ولي الامر، واحلى شيء صراحه في محاضراته انه والله ما حد يفهم منه ايش قاعد يقول. وهو مفتي المملكه، مفتي المملكه كيف يسمح بهذا الفسق والفساد والانحراف داخل بلاد الحرمين وباموال المسلمين؟ مفتي السعوديه والناس فرحت بهذا الخبر. 2017 صرح لا يجوز قتل الاسرائيليين. اسرائيل كلش حبوا هذا المفتي لدرجه وزير اسرائيل ارسل له تهنئه ودعوه للزياره بين الخنازير موده، وبعد اكثر وصف اسرائيل انهم مسلمين. بداية هناك من يزعم كذبا أن الشيخ يؤيد إسرائيل وأنه يقول إن قتل الإسرائيليين حرام، ويقولون أن وزيرا إسرائيليا دعا الشيخ لزيارة تل أبيب لتكريمه. وحقيقة هذه الكذبة أن الشيخ كان يرد في 2014 على شخص لبناني قائلا له لا يجوز القتال مع حزب الله لأنهم في هذاك الوقت كانوا ويشردوا المسلمين في سوريا. فاستغل هذا الموقف وزير إسرائيلي ووجه دعوة إلى الشيخ لزيارة تل أبيب وتكريمه، وفعل ذلك حتى يزيد الهجوم على الشيخ عبد العزيز، لكن الشيخ لم يستجيب ولم يرد على الدعوة أصلا. هذا أولا، وثانيا طلع بمحاضرة ووصف اليهود بأنهم مفسدون في الأرض. وقال تعالى عن اليهود ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، فهم يفسدون في الأرض بمؤامراتهم الدنيئة. كلام الشيخ هنا كان واضح ودليل على بطلان الكذبة التي اخترعتموها يا مدلسين. والكذبة الثانية أن بعض السفهاء ادعوا أن الشيخ كان راضيا ومقرا بالمنكرات التي كانت تحصل ببلده. الغنى والغنى لا خير فيها، مع الترفيه بالاغاني بالليل والليل والسينما في الاوقات كلها، ثم يدعى الى اختلاط الجنسين في السينما، هذا كله يفسد الاخلاق وتدمير القيم. والكذبة الثالثة أن هؤلاء السفهاء زعموا أن الشيخ لم يكن واقفا مع غزة ولم يتحدث عنهم. أمة البلاد وبيوتها ومساكنها ومساجدها ومدارسها ومستشفياتها خشوع أزيل، ظلم وعدوان تواطى العالم على هذا الأمر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. الحقيقة إنها مصيبة على المسلمين، يعني أن يتوبوا إلى الله ويعيدوا حساباتهم وينظروا في القضية، فإنها إن تركت وهذا التلاعب من هذا الأعداء وهذا الاستهانة بالدماء أخشى من عقوبة تعم الجميع. أما من يسأل ماذا قدم الشيخ للإسلام؟ الشيخ قدم عمره كامل في خدمة الإسلام، من مؤلفات نافعة، من خطب ومحاضرات هادئة، وكان له حضور قوي في المحافل العلمية، وله جهود علمية عظيمة لا يدركها هؤلاء السفهاء الذين فقط يكذبون على الشيخ. وفي الأخير يسخر البعض من طريقة كلام الشيخ لأنه ابتلي بمرض في النطق وفقد بصره، لكن ذلك لم يمنعه من خدمة الدين، بل كان ابتلاءه شاهدا على صدقه وثباته. وأما سخرية هؤلاء السفهاء فوالله لن تنال من مكانة الشيخ شيئا، وسيبقى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وشيوخ أهل السنة والجماعة رمزا للعلم والدين مهما كذبتم ودلستم يا سفهاء.